حبايبي وحشتوني. يلا بينا نخلل الليمون مع بعض. كل سنة وانتوا طيبين، خلاص رمضان على الأبواب، واحنا كمان هنصوم معاكم في نفس اليوم. كل سنة وانتوا طيبين. لازم بقى ان يبقى على سفرتنا كده شوية مخللات حلوة كده وتفتح النفس. فاليومين دول ليمون الإيطاليا ده منتشر جدا وسعره حلو ورخيص، وانا هعمله معاكم دلوقتي. هيبقى يا دوبك 3 ايام، واليوم الرابع ان شاء الله تاكلي منه على طول. انا غسلت الليمون كويس جدا وهبتدي دلوقتي ان انا اسلقه. بس في الاول خطوه، لو انت حابه تفتحيه من فوق كده تقدري ان انت تفتحيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه قبل السلق. لكن انا مش بفضل ان انا افتحه عشان يبقى محتفظ بكل الحاجات اللي جواه، فبسلقه كده زي ما هو. انا حطاله ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش سخنه ولا حاجه. وبعد كده هرفعه على النار، بس هخلي الميه تكون مغطياه كده كله تقريبا، وهخليه على النار حوالي كده ربع ساعة لغاية لما الليمونة تطرى معايا. وهوريكم دلوقتي وهي على النار وتعرفوا ازاي هي استوت معاكم. احنا بنسلقه علشان يبقى سريع معانا، ويبقى زي ما قلتلكوا 3 4 ايام كده يكون مستوي وحلو زي الفل. دلوقتي هو على النار، كل شوية كده ببص عليه، باخد كده واحدة ارفعها لفوق اشوفها، امسك القشرة طريت وبقت كويسة معايا، مش مهرية خالص ومش ناشفة زي ما هي، بطلعها. انا طلعتهم اهوت وبضغط عليها بلاقيها طرية. كمان انتي لما تمسكيها وترفعيها لفوق هتلاقيها صفطت كده لتحت، يبقى هي كده معاكي مستوية. انا بحبها مقفولة عشان تبقى من جوه قلبها كله طري وجواها، لكن اللي هي بتبقى مفتوحة دي بحس ان هي بتفضى، بتاكلي قشر كده. لكن انا عايزة بقى ايه، يبقى طالع معايا مزبت كده من جوه وحلو. هشيل المية دي، انا مش هحتاجها خالص. اوعي تعملي فيها، بتبقى مرة جدا. انا هرمي المية دي وهشطفها كويس، وبعد كده هوريهولكوا وهقولكوا الخطوة التانية هنعمل فيها ايه عشان نشيل اي مرارة موجودة في الليمون. دلوقتي انا غسلته وهسيبه بقى يقعد معايا ليومين. هنقعه في مية كل 3 4 ساعات، هغير المية دي كده. احنا مش بنخلله لسه، ها، هما يومين بس قبل التخليل. بقعد ابص عليه كده كل ما المية تاخد المرارة منه واغسلها كويس، يبقى معايا حلو قوي. قعد معايا يومين، انا كده بعد يومين فضلت اغير عليه المية كذا مرة لغاية لما دقت حتة كده لقيتها ما فيهاش اي مرارة. دي بقى اللي هي كانت مفتوحة، بص انا حاسة ان هي فاضية، لكن الليمونة وانا سايباها مقفولة تحس ان خيرها كلها جواها. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. معايا هنا عصفر وحبة البركة، ومعايا كمان هريسة الشطة، ومعايا حبيتين من الجزر. هبشرهم دلوقتي علشان اعملهم مع بعض. ده اللي انا هخلي فيه الليمون. الخلطة دي بتديله طعم حلو قوي قوي وبتبقى جميلة. بعد ما بشرت الجزر كده جبت معلقة كبيرة من الملح وهحطها عليه، واحط العصفر وحبة البركة وكمان هريسة الشطة، وهقلبهم كويس جدا مع بعض علشان هحطهم كده على الليمون. احنا لسه مخلصناش الملح اللي احنا محتاجينه، انا خدت بس معلقة واحدة دلوقتي. هشيل شوية دولت علشان ابقى احط عليهم المية اللي احنا هنخلل فيها. لو انتي حابة تحشيه تقدري تعملي فيه فتحة كده من الجنب بايديكي وتروحي حاطة فيها الحشو، او تحطيها كده من فوق. انا مش هحشيهم كلهم، انا كنت بوريكم بس. انا بحبه زي ما قلتلكم مقفول كده عشان يطلع معايا كده القلب زبدة خالص، بيبقى جميل من جوه. بقلبهم كويس كده مع بعض. ودلوقتي بقى هجيب البرطمان مغسول كويس جدا ومتنشف. هبتدي بقى ان انا ارص الليمون. بعمله كده طبقات، بحط شوية من الليمون واخد برضو شوية من الخلطة اللي عملتها واروح حطها ما بينهم، واكمل بقية الليمون بنفس الطريقة كده لغاية لما اخلص كده معايا كل الكمية بتاعتي. تجيبي بقى برطمان كده يشيل كل الليمون عشان تبقى المية مغطياه. انا حطيت عليه المية بتاعته، خدت مني 3 كوبايات كده كبار من المية. انتي طبعا على حسب الكمية اللي بتعمليها وعلى حسب البرطمان بتاعك مقداره ياخد مية قد ايه انتي بتحطي. الليمون عندنا بتبقى المية بتاعته، المحلول الملح بتاعه بيبقى مالح شوية زيادة عن اي مخلل تاني هتعمليه. يعني انتي دوقيه مالح زودي الملح بتاعه شوية. انا خد معايا 3 معالق من الملح، معلقة لما حطيناها على
الجزر والخليط اللي احنا عملناه، ومعلقتين حطيتهم في المية، وكمان مهم معايا معلقة كده من الزيت بقلبها كويس فيه، وبنزل على الليمون بالمحلول الملح اللي احنا عملناه ده، ولازم المية تكون مغطيه. هو هنا متغطي معايا، بس لما اضغطه لتحت عشان الليمون طالع لفوق، فعشان خاطر اخليه نازل لتحت والمية مغطياه، جبت كده جزراية قطعتها وحطيتها على الوش، منها ضغطت لي الليمون لتحت عشان تبقى المية مغطية زي ما انتوا شايفين كده، وفي نفس الوقت انا خللت معاه الجزر دوت، هيطلع معاكي مخلل جزر تحفة حلوة قوي قوي كمان. يبقى انت عملتي حاجتين في حاجة واحدة. عشان خاطر اقفله كويس جدا وما تخلوش اي هوا ويجراله حاجة، بجيب الغطا بتاعه مع كيس تلاجة، وبقفله كويس جدا. انا هنا سبته 3 ايام، وفي اليوم الرابع فتحت عليه، طلع معايا بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. الجزر متخلل كده ومقرمش وجميل، والليمون قلب جوه زي الزبدة. انا كنت مصوره لكم فيديو وانا بفتحها، بس للاسف طلع مش بيتصور. يلا بقى قومي اعمليه، وتكليب الف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين. اشوفكم بخير، سلام.